اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. تعالوا شوفوا النهارده عملنا البسبوسه الجميله دي ازاي. شايفين شكلها؟ بسم الله ما شاء الله، حاجه كده دايبه. شايفين؟ طريقتها سهله وبسيطه، ما بتاخدش منك وقت، والنتيجه ممتازه. شايفين الشكل والجمال؟ حاجه كده من الاخر. شايفين واخده السوى المظبوط؟ وطعمها كمان روعه. تعالوا نشوف كده طريقتها مع بعض. انا هنا معايا نص دقيق بسبوسه. طبعا بتجيبيه من عند العطار. بضيف عليه هنا معلقتين او 3 من جوز الهند. هضيف عليه هنا معلقة من البيكنج باودر. هقلبهم كده كويس مع بعض. جوز الهند والبيكنج باودر. تعالوا بقى نشوف الطريقة اللي هنعملها التانية. انا هنا معايا حوالي نص كوباية زبدة، هنزل بيها كده. ومعايا حوالي معلقتين كبار من السكر، والسكر ده على حسب ما انت عايزة، ممكن تزودي وممكن تقللي. هحط عليهم كده معلقتين زيت، علشان الزيت بيديها لون حلو كده. هنا معايا الزبدة والسكر. معايا كوباية لبن دافية، اللي هي تقدر تسيح معايا الزبدة. هقلبهم كده كويس مع بعض لحد ما الزبدة تسيح معايا. انت ممكن تسيحها على النار، يعني مش تسخنيها، تسيحيها يا دوبها كده تفك. فكت معايا هنا في اللبن لان اللبن كان دافي. هقلبهم كده كويس قوي مع بعض. قلبت السكر والزبدة واللبن كده مع بعض. الطريقة دي بجد بتخلي البسبوسة تطلع معاكي خفيفة، وتطلع هشة كده وجميلة. هنزل كده على البسبوسة بالخليط اللي انا عملته، وهقلب زي ما انتوا شايفين كده. طبعا لو احتاجت لبن تاني بزود لبن عادي، مفيش اي مشكلة. انا كده لقيتها هي كده لسه محتاجة مني لبن.
طبعا انا ما فصلتش الفيديو علشان تشوفوا كل الخطوات اللي هتخلي البسبوسه ناجحه معاكي. جبت حوالي كده ربع كوبايه لبن، وهزود برضو شويه بشويه زي ما انتوا شايفين كده. يعني هي خدت مني حوالي كوبايتين لبن، وطبعا على حسب الكوبايه اللي هتعملي بيها. زودت كمان شويه. طبعا البسبوسه ما بتتعجنش، بقلب فيها كده زي ما انتوا شايفين. لقيت قوامها كده مظبوط معايا الصينيه. طبعا هي مش محتاجه تندهن اي حاجه، لان الخليط فيه سمنه وفيه زيت. نزلت بالخليط كده في الصينيه. انت لو عندك صينيه مقاس اكبر هتبقى كمان جميله معاكي. هظبطها كده. لازم تخليها كلها مقاس واحد علشان ما تطلعش منك حته تخينه وحته رفيعه. بعد ما ظبطتها انا معايا هنا مكسرات، معايا زبيب وسوداني. انت ممكن تحبي اي مكسرات بتحبيها ممكن تضيفيها اللي موجودة عندك. بدأت هنا انزل بالسوداني والزبيب. حاجة كده سهلة وحاجة حلوة ما بتاخدش منك وقت. ظبطتها كده زي ما انتوا شايفين شكلها ما شاء الله. هدخلها الفرن. طبعا انا حاطه كده الشربات على النار، كوبايتين سكر وكوبايه ونص من الميه وعصره ليمونه، وحطيتهم يغلوا كده على النار. طبعا شربات البسبوسه بيكون خفيف. انا هنا بدات اخبط الصينيه كده خبطتين واظبطها ودخلتها الفرن. قعدت حوالي تلت ساعه. شايفين شكلها. طبعا البسبوسه سخنه والشربات سخن، بنزل بيهم كده على بعض زي ما انتوا شايفين. ما شاء الله. البسبوسة لما بتكون ناجحة معاكي بتشرب كمية الشربات. طبعا وهي سخنة كده لازم نغطيها علشان البخار، بخار البسبوسة وبخار الشربات بيخلوا البسبوسة طرية كده وجميلة. بغطيها كده زي ما انتوا شايفين، وبسيبها 10 دقايق. بعد ما سيبناها هنا كده 10 دقايق شربت كل الشربات. بنقطعها كده، بتقطعها كده زي ما انا بقطعها كده. على حسب ما انت عايزاه برضه. وده شكلها كده في النهاية. بسم الله ما شاء الله. حاجة كده تحفة، بجد روعة.
دايبة ومرملة وجميلة زي الجاهزة بالظبط. اتمنى النهارده يكون الفيديو عجبكم. لو عجبكم ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس وتدوسوا لايك علشان بإذن الله يوصل لكم كل فيديوهات.